عاجل وبالفيديو. تصريح خطير من النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو يزلزل المنتخب المغربي ويعلن عن مفاجأة ستصدم كافة المغاربة. شاهد ماذا قال. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، إذا كنت ترى أن المغرب هو أقوى منتخب عربي وإفريقي فاضغط زر الإعجاب، ولا تنسى أن تنضم لعائلتنا الصغيرة من الاشتراك في القناة. نجح المنتخب المغربي في الصعود إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، كما أن لاعبي المنتخب المغربي قدموا أداء خرافيا في هذه البطولة، هذا وما مكنهم من الوصول إلى الأدوار الإقصائية، بحيث سيواجهون واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية في دور ربع النهائي، منتخب الكاميرون، المنتخب الذي فاز على جنوب إفريقيا في دور ثمن النهائي بهدفين مقابل هدف واحد. وحسب تصريحات المسؤولين فإن المنتخب المغربي مستعد كل الاستعداد لهذه المباراة، وبل له الأفضلية في الفوز. لكن ما هز الإعلام المغربي هذا الصباح هو تصريح من اللاعب السابق صامويل إيتو ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بحيث صرح إيتو للقنوات الإفريقية قائلا: لم يرعبني أداء المنتخب المغربي يوما، فأنا أراه منتخبا عاديا. نعم، لقد حقق المستحيل في النسخة السابقة من كأس العالم، لكن هذه إفريقيا والحظ وحده لا يكفي. أما أضاف إيتو أن الفوز سيكون لصالح المنتخب الكاميروني وبنتيجة مذلة. فما رأيك عزيزي المشاهد بهذا التصريح؟ هل حقا لا يستطيع المنتخب المغربي مواكبة المنتخبات الإفريقية القوية كمنتخب الكاميرون؟ لا تنسى أن تشاركنا رأيك وتوقعك لنتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو.